بصوا يا جماعه دلوقتي صفقه سوزا اللي هو المهاجم اللي هو احنا البرازيلي اللي احنا عايزين نجيبه من نادي في كوريا باظت، وان المدرب بتاعه قال لك احنا مش هنبيعه لان ما عرفناش نجيب مهاجم بداله. تمام وباب القيد اتقفل وبتاع ومش عارف ايه. العقبه مش هنا، العقبه ان امبارح ميدو امير زقوا وكيل اعمال على الصفقه عشان يعطلها. يعمل ايه وكيل الاعمال ده؟ وكيل لاعبين يقول لك احنا عايزين اللاعب انتوا طالبين فيه 500,000 دولار، احنا هنديكوا مليون، وكمان لو مش عايزين تبيعوه دلوقتي تبيعوه في يناير هناخده برضه بالمليون دولار. بيعلق على الاهلي يعني بحيث ان ايه يبوظ الصفقه وكده. بعيدا عن ان الصفقه وقفت، انت كزمالك قد الكلام اللي انت بتتكلمه؟ يعني قد الحركه اللي انت عملتها دي؟ يعني انت عملتها قبل كده والاهلي سابك ولبسك في الحيط في صفقات كتير. طب ما انا ممكن اعملها برضه، لكن هي اصلا كده الصفقه باظت. وبعدين انت تقول لو عايزين تاخدوه يعني نسيبه لكم ليناير، ماشي نسيبه ليناير ومش عارف ايه. انت معكش فلوس، وانت مفكر النادي هيقول لك ماشي خلاص يبقى ادفع في يناير؟ لا، هياخد منك فلوس وانت حالتك ضنك. يعني انت عايز 60 مليون جنيه عشان تحل ازمه غرامه شيكابالا بس. 60 مليون بعيدا عن شراء لعيبه، بعيدا عن اي حاجه. ده انت مبسوط ان القيد مقفول، بتجيب الحجه في ان القيد مقفول. ما تعملش الحركه دي تاني عشان لسعه الاهلي وحشه. وديك جربتها يوم ما خدت منه عبد الله السعيد، شوف هو ملحسك التراب ازاي واخرها امام. فما تعملش الحركه دي تاني. وقولوا الامير وميدو استخبوا.